طبعا النتيجة بتاع الثانوية العامة ظهرت امبارح بالليل، والوزير يعني عمل مؤتمر النهارده وأعلن الأوائل. آه، للأسف المجتمع المصري فيه مشكلة رهيبة جدا، إن هو إدى الثانوية العامة حجم كبير جدا. عمل للناس مشاكل أو عقد نفسية. أنا طبعا بكلمكم يعني لأن أنا عشت التجربة دي طبعا، يعني أنا كنت طالب في مصر في ثانوية عامة، في كل الأجواء اللي شفتوها في حياتكم بخصوص الثانوية العامة، مدارس ودروس وتوتر عصبي وضغط أعصاب، وكأن بقى الثانوية العامة دي حياة أو موت، واللي هيجيب مجموع جامد في الثانوية العامة ده كده عدى ومحدش هيبقى قده، واللي ما جابش ده كده يروح ينتحر لأن حياته اتدمرت. وده الإحساس اللي كان جوايا وتقريبا جوا كل الطلبة وجوه كل الأهالي اللي هم بيتمنوا إن ولادهم يعني يكونوا حاجة كويسة. بس الغلط في إن إحنا ربطنا ما بين إن أنا هكون حاجة كويسة بمجموع الثانوية العامة، ودي غلطة كبيرة جدا أثبتتها ليا الأيام وأثبتتها لكل الناس. بس يعني وأنت جوه الثانوية العامة ما بتحسش بكده طبعا. فاللي عايز أقوله إن اللي جاب مجموع جامد جدا طبعا ألف مبروك، ألف مبروك للناس اللي نجحت وجابت مجموع كبير، وربنا يا رب يسعدهم ويوفقهم ويعني يكتب لهم طبعا كل اللي هم بيتمنوه، ويكونوا مفيدين لنفسهم، مفيدين لبلدهم، مفيدين لأهليهم. لكن رسالتي للي ما جابوش مجموع، الناس اللي ما جابتش مجموع يعني دي مش نهاية الدنيا. أنا ممكن أحكي لكم على بعض التجارب لناس. أنا يعني لما جبت مجموع في الثانوية العامة وكنت بقى إيه شايف إن أنا خلاص هبقى دكتور بقى، ويعني بص يا ما هنا يا ما هناك ومحدش قدي، الكلام ده محدش هيحس بيه إلا لو كنت ليك واحد صاحبك دكتور وعارف يعني عارف تفاصيل حياته وعيشته وتفاصيل يعني. فانا كنت فاكر ان خلاص بقى انا كده هرتاح ومفيش اي متاعب هتقابلني تاني وخلاص، والناس التانية دي كلها ربنا يتولاهم بقى. فاكتشفت ان انا تعبان اكتر منهم، واكتشفت ان هم مرتاحين، او يعني زي بعض، كل واحد عنده مشاكل وكل واحد عنده هموم. اللي يعرفني ويعرف اصحابي المقربين ليا، يعني عايز اقول ان اصحابي كلهم مشفقين عليا، انا بتعب اكتر بكتير، وايام كتيره جدا مش ببات في البيت، وحياه صعبه يعني. فاللي يعرف دكتور او يعرف مهندس او يعرف الناس، يعني الحاجات اللي يعني بنسميها في مصر كليات القمه، وده غلط. الناس دي مش مرتاحه او عاديين، يعني ناس عاديين جدا عندهم من المتاعب والمشاكل زيهم زي غيرهم. فزمايلنا، طب اقول لك على حاجه، احنا دايما في الفصل كده بيبقى في عيال قاعده ورا، اللي بنقول ايه العيال البليده اللي قاعده ورا اللي ما بتذاكرش دي، دايما يسقطوا ودايما ما بيركزوش ودايما، وانا اللي بجاوب وانا اللي المدرس دايما يسقف لي ومش عارف ايه. طب هل العيال دي فعلا دلوقتي حياتها اتدمرت؟ بسم الله ما شاء الله عايشين حياه كويسه جدا. اللي اشتغل في المقاولات واللي اشتغل مش عارف في تجاره ايه، وحياتهم بسم الله ما شاء الله ربنا يوسع عليهم ويزيدهم. فحياتهم ما وقفتش. في ناس اشتغلت في مجالات ما كناش اصلا بنفكر فيها، يعني في مجالات كده ما بتبقاش في حساباتنا، احنا دايما بنبص طب وهندسه مش عارف، هندسه بترول، طب مش عارف عين شمس، اي حاجه تانية بقى ايه اللي يجي مش فارقه بقى خلاص، ايه يعني تجاره، يعني ايه يعني اداب، ايه يعني مش عارف علوم، ايه يعني حقوق. اكتشفنا ان في ناس دخلت الكليات دي وعملت انجازات حلوه جدا. فاللي عايز اقوله بقى في الاخر ان كل مجال فيه ناجح، يعني النجاح مش ان انت تخش كليه معينه، النجاح انك تنجح في مجالك ايا كان ايه هو. يعني انك تكون ناجح في مجالك هو ده النجاح اللي بجد. تكون بقى دكتور ناجح، ما هو في دكتور ناجح ودكتور لا، مهندس ناجح ومهندس لا، مدرس ناجح ومهندس لا، محاسب، محامي، يعني اي وظيفه. ممثل، يعني في فنانين جامدين جدا وناس عاديه، في محامين جامدين جدا وناس عاديه، في دكاتره جامده جدا وناس عاديه. فالنجاح فين؟ النجاح في مجالك ايا كان ايه هو. تشتغل بقى محاسب، تشتغل طيار، تشتغل في المونتير. اعرف ناس خدت كورسات في المونتاج وبقت مونتير حاجه جامده جدا وبيعمل افلام مشهوره جدا، يعني ما كنتش متخيل ان هو يبقى كده. تشتغل فريلانسر، في ناس بقت شغاله بلوجر ويعملوا فيديوهات وناجحين جدا. فعايز اقول اي شغلانه المهم تبقى ناجح في مجالك. انما ان انا اربط نجاحي بتفوقي في الثانويه العامه، لا مش شرط. الثانويه العامه ده نوع من انواع المنافسه، ممكن ما اكونش شاطر في النوع ده، يعني نوع المنافسه بتاع المذاكره والعلمي وادبي ومش عارف ايه والكلام ده، انا مش شاطر في الكلام ده، جميل، فما توفقتش. انما شاطر في حاجه تانية خالص، لما انزل السوق وسوق العمل والتجاره والمش عارف ايه الاقي نفسي شاطر جدا في المجال ده. الدكتور مش شاطر في الكلام ده،
يعني اللي يعرف دكاتره هيلاقيهم خايبين جدا في التجاره وفي الشغل والبيزنس، ملوش، هو دكتور يقعد يكشف وعيانين وخلاص. فهو ربنا يعني كتب لكل واحد صنعه ياكل منها عيش. خلاص. الثانويه العامه مش هي اللي بتحدد الصنعه، الثانويه العامه دي مجرد خطوه او مرحله بتحاول تصنف الناس، مين هيروح فين ومين هيروح شمال ومين هيروح يمين، بس ما بتحددش مين هيبقى ناجح. ممكن ابقى دكتور وفاشل عادي جدا، ممكن ابقى مهندس واي كلام، ممكن ابقى محامي ومش شاطر، ممكن ابقى مدرس، ممكن ابقى محاسب، ممكن في الف وظيفه في الدنيا ما بين الوظائف المعتاده الكلاسيكيه اللي راح عليها الزمن. خلاص ما بقاش يعني النهارده ما ينفعش ان انا نفسك ابنك يطلع يطلع محامي، يطلع دكتور، يطلع مهندس. يعني في حاجات جديده، في حاجات سوق العمل محتاج حاجات جديده احنا مش متعودين عليها، حاجات تكنولوجيا ونت وحاسبات ومش عارف ايه، والعيال بتوع الهاكرز، الناس دي عليها ضرب نار. يعني في مجالات احنا غافلين عنها ومركزين في المجالات الكلاسيكيه اللي احنا اتربينا عليها، ابقى ضابط، مهندس، دكتور، محامي، محاسب، وعندي بدله الضابط في البيت وعندي السماعه بتاع الدكتور في البيت. خلاص ماشي، حاجات اتربينا عليها. بس فعليا سوق العمل مش محتاج الكلام ده. سوق العمل محتاج مجالات مختلفه مش مشهوره، وعايز اقول ان الناس دي بتنجح بسرعه جدا لان يعني عددهم قليل. البلد بقت مليانه دكاتره، مليانه مهندسين، مليانه محاسبين، مليانه محامين، مدرسين، على قفا من يشيل يعني. ف... فمش نجاح انك تبقى دكتور، ده مش يعني كونك وصلت انك بقيت دكتور ده مش نجاح، بقيت عادي يعني. شغلانه جميله تمام، بس عادي يعني، ما عملتش اللي ما اتعملش. عايز تبقى ناجح اعمل اللي ما حدش عمله، اشتغل في مجال صعب حد يوصل له، اشتغل في مجال ما يبقاش فيه زيك، انجح في اي مجال. يعني اي مجال تنجح. ما في ناس كتير فاتحه دكاكين ومحلات وبقاله بس مش كلهم ناجحين. في واحد تلاقيه بسم الله ما شاء الله دماغه شغاله وعامل فرع واثنين وثلاثه، سلسله صيدليات، سلسله مش عارف مطاعم، سلسله مش عارف ايه، ده غير اللي جاب مطعم واحد وركن. صح. فالنجاح في اي مجال. لكن الثانويه العامه مجرد خطوه، ما مش خلاص الكون مش واقف عليها، هي مرحله معينه. طيب ما توفقتش فيها عادي، ما يبقى دي مش لعبتي، انا هدور على لعبتي في حته تانية. خلاص. اشوف بقى اخش معهد، هخش كليه، اي كليه واي معهد ممكن، بدليل ان كل مجال في ناس ناجحه فيه. يعني فكر كده في اي مجال هتلاقي في ناس جامده، في اسامي براندات جامده في المجال ده. فده معناه ايه؟ ان كل مجال في ناس ناجحه في المجال ده، وانا اقتدي بيهم واحاول ابقى زيهم واعلي عليهم كمان وابقى احسن منهم. خلاص. لكن الناس اللي دماغها وقفت على ان الثانويه العامه دي افضل حاجه، لا، روح كده شوف اي دكتور او مهندس، بس ايه، ما تبصش على المظاهر الخداعه، الدكتور وعربيه واليافطه بتاع العياده. يعني حاول تعرف تفاصيل حياته الشخصيه شويه، لو صاحبك يعني او قريبك، والله العظيم هتلاقي عنده مقاسي مش عندك. بس انت مش هتشوفها، انت مش هتشوفها عشان انت مش عايش معاه، انت بس بصيت زي ما كل واحد بيبص لك الفنانين دول جامدين، ما يعرفش ان في فنانين اصلا بتبقى مستلفه البدله عشان يروح المهرجان علشان خاطر حد يشوفه ياخده دور كده في فيلم ولا حاجه. انت شايفه بقى فنان وفاكره جامد، لا، في ناس جامده فعلا ومعاها بسم الله ما شاء الله، بس دول الصف الاول. ال 90% بقى اللي تحت دول، ده ماشي بقى يعني ايه، فاهم، خدني معاك في اي فيلم، خدني معاك في اي لقطه، اي حاجه، دول غلابه. ودول العاميه يعني، دول عامه المهنه. زي كل مهنه خد بالك فيها العام، يعني مثلا الدكاتره هتلاقي في يعني مثلا 5 10% يعني بسم الله ما شاء الله ربنا فاتح عليهم جامد، الباقيين عاديين ماشيين مع اللي ماشيين، يعني زيهم زي غيرهم من الوظائف الاخرى العاديه جدا. خلاص. كل مهنه كده، فما تاخدش بالمظاهر، مفيش فئه كلها جامده، يعني مفيش فئه واحده كده كلها جامده، مفيش كل المدرسين مش حيتان الثانويه العامه اللي مش عارف اللي مقطعين الدنيا، مش كلهم كده، دول 5% 10%، الباقيين موظفين عاديين جدا. الدكاتره مقطعين نفسهم يا عيني عيادات ونبطشيات عشان الحياه الغاليه دي يعرفوا يمشوا فيها، لان انتوا عارفين مرتبات الحكومه عامله ازاي. المحامين يقعد يجري من محكمه لمحكمه ويطلع وينزل وقضيه هنا ويروح يجري هناك ويمين وشمال عشان اكل عيشه ويقدر يصرف على اهله في وسط الغلا اللي احنا عايشين فيه ده. فما فيش مهنه واحده مرتاح، مهما حصل مش هتلاقي نفسك مرتاح. في ناس بقى ورثت، في واحد جاب فكره جابت له فلوس كتير، دي استثناءات، ما تبقاش شايف ان هو ده المثال، لا، ده رزق ربنا كاتبه له يعني. انما الاساس ان احنا نتعب، ورزقك كده كده هيجي لك، مفيش فهلوه في الرزق. انت اتعب، ربنا طلب منك السعي، ما قالكش اجري، حتى اسعى امشي بس كده وهتلاقي رزقك جايلك. انما الثانويه العامه خلاص هي دي اللي هتحدد مصير حياتي من دلوقتي كده وانا لسه ما جبتش 20 سنه لحد ما اموت، مستحيل طبعا. مستحيل طبعا. يعني انا بقول لك ناس كانت معانا في الفصل، انا كنت متخيل، كنت ساذج كده وصغير، متخيل ان انا لما جبت مجموعه في الثانويه العامه واخش كليه الطب انا بقى ماشي ما حدش قدي وهبقى دكتور جامد وايه يعني، بص عزبه وعربيه وعماره ما لقيتش الكلام ده خالص. كان زمان ممكن، انما في الزمن ده والله ما فيش، ما لقيتش اي حاجه من الكلام ده كله. فبدات افوق، يعني ابدا افكر صح بقى بجد، ان فعلا
مفيش الكلام ده. واللي ما كانوش دخلوا طب ما يعني ما بهدلوش، عايشين حياتهم وما شاء الله اتجوزوا وخلفوا وعايشين حياتهم وبيروحوا يصيفوا، وانا مش عارف اخد اجازه ولا اروح ولا يعني. كل واحد ليه تفاصيل حياته، كل واحد ليه تفاصيل حياته. المهنه او الكليه اللي هتدخلها او المجموع اللي جبته دلوقتي ده مجرد خطوه، ده مجرد محطه بتحدد نسبيا يعني المجال اللي انت هتخش فيه. ورغم ذلك في ناس دخلت مجالات ورجعت، يعني في ناس دخلت كليه طب وسابتها بقى ممثل، في واحد دخل طب وبقى شغال مقاول وبيتاجر، واحد دخل مش عارف هندسه وبعدين سابها ورجع بقى مش عارف ايه. ف ما برضه يعني حتى لو في دكاتره كتير جدا ممثلين، في دكاتره كتير جدا بيتاجروا، في مهندسين كتير سافر بره واشتغل مش عارف في رياضه معينه. ففي النهايه يعني مش الخطوه دي اللي هتحدد مصير حياتك يعني. وبالتالي احنا في النهايه يعني بنبارك للناس اللي جابت مجموع، انتوا تعبتوا وربنا كرمكم ونجحتوا وجبتوا مجموع عالي، ربنا يوفقكم ان شاء الله. لكن الناس اللي ما جابتش مجاميع جامده بلاش تتوهم ان هي كده مستقبلها ضاع، ده خدعه ومفيش الكلام ده خالص. هتخشوا في مجال ما ايا كان ايه هو، اللي هيتعب فيه هينجح ويحقق ذاته ويبقى ليه اسم في المجال ده. لكن الثانويه العامه طلعت وهم، انا بقول لكم عن تجربه، طلعت وهم كبير جدا. اللي جاب مجموع في الثانويه العامه مش هو اسعد واحد ولا هو انجح واحد، لا مش ده اللي بيحدد النجاح، دي بتحدد المجال اللي هتخش فيه. لكن النجاح ده اجتهادك بقى في المجال اللي انت دخلته ايا كان. دخلت بقى معهد فن صحي، كليه طب، حقوق، تجاره، ألسن، مش عارف لغات، مش عارف ايه، كل المجالات اللي مش مشهوره. احنا بس اللي في مصر عندنا فكره كليات القمه، والوهم الخزعبلي ده هو في مصر مفيش غيره يعني. والمشكله ان الاهالي بتبقى عامله ضغط على الطلبه، اللي هو لو ما جبتش مجموعه انا مش عارف ايه، عاملين ضغط نفسي رهيب ومنافسه. هو طبعا يا ريت نذاكر ونجتهد ونتعب عشان ربنا يكرمنا، بس برضه ما نوهمهمش ان حياته اتدمرت. لان في طلبه بتطلع من الامتحانات اللي بينتحر واللي بيغمى عليه واللي ما اعرفش ايه، وكأن خلاص نهايه الكون وكأنه راح يعني هنشنقه هناخده دلوقتي. لا، الدنيا ما بتقفش على الثانويه العامه، والايام اثبتت والايام هتثبت لكم، بس طبعا بعد فوات الاوان. فريت تسمعوا كلامي وتاخدوا برايي وبنصيحتي. اي مجال هتدخله اتعب فيه واجتهد وان شاء الله هتوصل للي انت عايزه.